اول كومنت هيجي لي على الفيديو انا شايفه اهو من دلوقتي. بص انا لسه نازل الفيديو انا شايف الكومنت. هي المراجعه دي كافيه الواحد ما فتحش المنهج؟ الاجابه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجه كويسه. صديقي القمر الجميل اهلا بيك في المرحله الاخيره من الثانويه العامه وهي الفاينل ريفيجنز. جات لنا اسئله كتير قوي، هتراجعوا منين؟ طب هتعملوا ايه؟ طب ها كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها. جمعنا كل الاسئله اللي انتوا بتسالوا عليها. هي الحصص هتنزل فين وبكام؟ طب نجيب منين الكتاب؟ طب هل هي كافيه لاكتر حد مش مذاكر او لحد مش مذاكر؟ وده اكتر سؤال جه. طب هما المراجعات كام حصه؟ طب هنحل منين؟ واسئله قد ايه؟ طب هي الحصص بتنزل امتى؟ طب هنبدا امتى؟ كل الاسئله دي عماله تجيلنا في اخر اسبوعين كتير 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 كتير، فجمعناها كلها في فيديو عشان نقولها لك. طيب تعالى نبتدي باول حاجه. هي المراجعات كام حصه؟ المراجعات 6 حصص. ماشي، فانت تسمع 6 حصص، اول سؤال تساله بكام؟ ده اول سؤال هتساله. 6 حصص بكام بقى؟ طيب بص يا سيدي، كان في بعض الطلبه متعشمه فينا مستنيين ان انا انزل على الاقل مراجعه شابتر 4 والاورجانيك على اليوتيوب. فانا يعز عليا ان انا اكسر اي حد كان متعشم فينا، فان شاء الله ال6 مراجعات كلهم هينزلوا على اليوتيوب. ال6 كلهم هينزلوا على اليوتيوب فري. تقول لي ما هي طالما فري يبقى هيخنصر. ربنا يشهد، اي حاجه تقدر ان هي تتعمل في المراجعه فانا فعلا هعملها لك. كل حاجه من شرح وحل، وهفهمك كل حاجه ماشيه ازاي. انا عارف ان اول حاجه جت في بالك، ايوه طالما ببلاش يبقى الكواليتي بتاعت الشرح مش هتكون زي اللي كانت على المنصه. انا باكد لك وبشهد لك قدام ربنا ان انا مش هسيب فتفوته، انا هعتبرها اكنها كانت بفلوس. دي هعمل فيها نفس المجهود وهعمل لك مجهود زياده عشان اثبت لك ده. طيب هو احنا بقى هنعمل ايه والمراجعات هتبدا من امتى؟ عشان انا ابتديت اتحمس. واحده واحده بقى. المراجعه الاولى رقم 1، احنا هنبدا المنهج من ورا لقدام. ليه؟ الجزء اللي قدام ده اكتر جزء انت ذاكرته، اللي هو تشابتر 1. تشابتر 1 بتاع الايرن ده يعني برضو سقفه معروف، سقفه في الاسئله معروف، وانت كده كده الى حد ما كنت في اول ثانويه عامه ولسه متحمس وكده فكنت مذاكره. تشابتر 2 الى حد ما الناس مظبطاه، بس جزء المسائل لا انا بالنسبه لي مش حلو قوي. طب نخش تشابتر 3 تشابتر 4 تشابتر 5. من اول 3 ابتدت ان انت تخش بقى في دوامه المراكمه واللي سايب حته واللي سايب شابتر. فاحنا هنبدا من ورا لقدام، لان من ورا ده اللي انت الجزء اللي انت ما ربطتهوش قوي، وفي نفس الوقت ده اللي بدرجات اكتر. فهنبدا الاول بالجزء بتاع الهيدروكربونز اللي هو لحد البنزين، اللي هم اول 6 حصص. دول كلهم هيكونوا في بارت 1، وبعد كده هنحل 220 سؤال. تقولي ثانيه بقى، ثانيه عشان الكلام كده ابتدى ما يعجبنيش. اقول لك طب الكلام ما بيعجبكش ليه؟ تقول لي انت بتقول ان جزء الاورجانيك هيدروكربون ده 6 حصص. اقول لك انت هتراجعه في حصه صح، يعني بتتكلم في 7-8 ساعات. ان انا اسرع واحد بيشرح المعلومات كلها في اقل وقت، دي موهبه. يعني دي موهبه، انا بعرف اوصل المعلومه بسرعه في اقل وقت. اقل مده حصه بعرف اوصل لك فيها المعلومه. فانا ممكن اجزم لك من دلوقتي ان مفيش جزء شرح لاي حصه شرح هيتخطى ال3 ساعات. تقول لي ايوه يبقى بنكروت. طب تسمعني بقى، قول لي. انا هغطي لك كل المعلومات شرح تفصيلي بالسنتوفه بكل التريكات في 3 ساعات. بس هنا بقى نقف شويه. اول كومنت هيجي لي على الفيديو انا شايفه اهو من دلوقتي. بص انا لسه نازل الفيديو انا شايف الكومنت. هي المراجعه دي كافيه الواحد ما فتحش المنهج؟ الاجابه تقول لي ايه ده؟ دي كافيه لحد ما فتحش المنهج في 3 ساعات؟ ما هو بص انا هعمل ايه. انا هشرح كل المعلومات فعلا بس برتم اسرع شويه. طيب انت لو اوريدي عارف الشرح هتحس ان المعلومات ماشي، انا بفتكر بس المعلومات،
بفتكر 6 حصص في 3 ساعات، اوكي. طيب لو انا بقى اصلا معرفش المعلومه، هي المعلومات موجوده وهتتقال، بس هتتقال برتم سريع. انت لو بتسمع المعلومات دي كلها لاول مره، فطبيعي في حاجات هتقع منك في النص. ده مش لان انت ما فهمتهاش، ده لانهم كانوا كتير فوقع منك حاجات. طب تعمل ايه لو انا ما اعرفش حاجه في المنهج؟ طبعا هو مستحيل تكون ما تعرفش حاجه في المنهج يعني، بس لو الدنيا مش الطف حاجه، يبقى جزء الشرح ال3 ساعات ده انت هترجع تشوفه كذا مره. كل شويه يقع منك حته ترجع تشوفها، يقع حته ترجع تشوفها، يقع حته ترجع تشوفها. اوكي، يعني ال3 ساعات دول فيهم كل شرح الهيدروكربون؟ 3 ساعات بالظبط فيهم كل شرح الهيدروكربون. اي جزء يقع منك بعد كده ارجع افتكر الحته دي تاني. كده كده هي على اليوتيوب يعني ما بتقفلش. اوكي، نيجي بقى لحل ال 220 سؤال، وهنا بقى نجاوب على السؤال رقم 2 و3 سوا. احنا هنحل منين؟ الكتاب هينزل امتى؟ وهنشتغل ازاي؟ بالنسبه للشرح خلاص انا فهمت الدنيا. الحل بقى، اولا كده احنا مش عاملين كتاب ريفيجن. تقول لي ليه مش عاملين كتاب ريفيجن ليه؟ في الحقيقه احنا بصينا على كل الكتب الخارجيه، لقينا ان اقوى 3 شاملين كل الافكار هما المعاصر والتفوق ومندليف. فانت اللي تقدر تشتريهم هما المعاصر والتفوق. فعلا انت هتجيب الاتنين دول، هتجيب بس الكتابين دول. يعني بدل ما انا هعمل لك ملزمه ريفيجن كل تشابتر مثلا، لا انت بس هتجيب الاتنين دول فيهم كل الشباتر سوا. اوكي. مندليف بقى للاسف ما كانش فيه منه لغات، يعني مندليف السنه دي في الفاينل ريفيجن ما نزلش منه لغات. فانا عملت ايه؟ قعدت انا والتيم جبنا المعاصر والتفوق. حلو، اي سؤال مش موجود في الاتنين دول وموجود في مندليف جمعناه لك. فهتلاقي ان مندليف الاسئله اللي مش موجوده في الكتابين دول، او مش عايزه برضه اقول مش موجوده، يعني اللي فكرتهم هنا اعلى شويه، هتلاقي ان انا مجمعهم لك من كل تشابتر مثلا 30 سؤال 35 سؤال. طب باقي الكتاب؟ لا، هو باقي الكتاب الافكار هنا متكرره عادي. طيب برضه عايزك تبقى عارف الاولويه لمين. هرتبهم لك من حيث الصعوبه، ولو انا مبتدئ اعمل ايه، ولو انا حريف اعمل ايه، وهكذا. المستوى اللي انا بشوفه الستاندرد اللي ما ينفعش تنزل تحت منه هو مستوى كتاب المعاصر. كتاب المعاصر الصراحه عامل حاجه حلوه جدا جدا جدا، ان هو مرتب الاسئله من الاسهل للاصعب. فانت كواحد وانت بتحل هتلاقي ان الفكره دي انا قريتها قبل كده، تيجي السؤال اللي بعده لما يزود عليها تكايه خلاص بقى انا فاهم ماشيه ازاي. فهتلاقي ان المستوى هنا ده مناسب يعتبر لكل الطلبه. طيب مندليف مش مناسب لولا طالب، مستواه اعلى شويه، مستواه لا ده للناس اللي عايزه 60 من 60. طب التفوق انا بشوف ان هو احسن تقسيمه، هو مقسم احسن تقسيمه. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ بص يا صديقي، احنا هنعمل كالتالي. المعاصر ده احنا هنحله مع الحصه نفسها. يعني انت في الحصه نفسها في جزء الشرح ده بعد ما يخلصوا ال3 ساعات هنعمل ايه؟ في نفس الفيديو هيكون في حل المعاصر والمندليف سوا، هنحل الاتنين دول مع بعض. المعاصر هتوقف الفيديو تجرب تحل 10 اسئله، بعد كده تشوفني وانا بحلهم. تجرب تحل 10 اسئله تشوفني وانا بحلهم، عشان هتلاقي ان هم متدرجين في الصعوبه. دول تقريبا اللي على جزء الهيدروكربون حوالي 60 سؤال. ماشي. طيب نيجي بقى المندليف. المندليف في الاورجانيك مفتري شويه، فانا دي سايبها لك مفاجاه. طيب الاتنين دول هيكونوا مع الجزء بتاع الشرح بتاع الهيدروكربون، يعني الفيديو 3 ساعات شرح، بعديها حل المعاصر، ونختم بحل المندليف. كده انا عديت على كل مستوى الاسئله المتوسطه والصعبه جدا، عديت على كل مستويات الاسئله. طب ده بقى ايه، هتسيبوه؟ لا، ده بقى هنعتبره الهوم ورك بتاعك. ازاي؟ ما هو خلاص انا حليت بما فيه الكفايه ده وده وشرحت، يجي بقى دورك ابتدي ان انا احل انا. فالتفوق حاطط على كل جزء تقريبا حوالي 60 سؤال، يعني انت واجبك في الاسبوع تقريبا 60 65 سؤال، هتقعد تحلهم. حلتهم كده كده كتاب التفوق بيكون معاه موديل انسر بتاعه مكتوب، تقدر ان انت تشيك على اجاباتك. طب شيكت في سؤال مش عارفه، هينزل لك فيديو لوحده في نص الاسبوع
في حل كتاب التفوق. يعني ده هيبقى فيديو لوحده كأنه هو فيديو الواجب بتاعك. يبقى انت على مدار الاسبوع عملت ايه؟ حليت 220 سؤال في التشابتر متقسمين مستوى متوسط وصعب، صعب جدا، وانا بحل الميكس. ده يعتبر ميكس سهل على متوسط على صعب، كان في كل حاجه. فعشان كده ده كان احسن واحد ان انا اخليه لك كواجب ليك. فيبقى انت في الاسبوع غطيت الثلاث كتب الاقوى. طيب هل في كتب تانية؟ الصراحه في كتب كتير، كل الكتب جميله وتحفه، بس اكتر من كده هتبتدي الاسئله ان هي تتكرر، وانا بحاول ان انا اجمع لك اللي مش متكرر. اوكي، طب هنبدا امتى بقى؟ البدايه بتاعتنا ان شاء الله من يوم 30/4، يوم الاربع. كل اربع تظبط ساعتك على اليوتيوب الساعه 9 بالظبط هتلاقي الحصه. 9 بالظبط بالليل، طبعا مش الصبح، 9 بالليل هتلاقي الحصه. اوكي، طيب لو جينا بقى للحصه الثانيه، من اول الحصه الثانيه هيبتدي الكلام بيتكرر تاني، بس في حاجه زياده. ايه هي؟ في البدايه كده احنا هنبدا بجزء الهيدروكربون ديريفاتيفز، اللي هو بدايه من الالكول، الجزء اللي انت نمت فيه اصلا، سواء الالكول، فينول، اسيدز او استرز، كل الكلام ده اللي هو يعتبر بارت 2. حلو، برضو شرح لا يتعدى ال3 ساعات في كل المعلومات زي ما اتفقنا. بعد كده هنحل بنفس الطريقه، ان بنحل المعاصر، توقف 10 اسئله 10 اسئله، نفضل كده لحد ما ايدك تمشي في الاسئله. وبعد كده مندليف والواجب بتاعك التفوق. طيب هنا انا عايز اقول حاجه، انا ليه حاطط الاسئله دي كلها؟ ليه كم كبير الاسئله؟ مشكلتك ككيمستري مش ان انت مش فاهم، انت فاهم، انت فاهم وفاهم حلو قوي، بس مشكلتك ايه؟ رهبه الحل. ايوه فعلا دي مشكلتي. انت ليه بتكسل تعمل واجب الكيمستري؟ انا خايف من اللي انا هشوف. انت عندك مشكله مع الكيمستري؟ انا افتح حصه الشرح ما عنديش مشكله. تقول لي حل واجب؟ لا انا خايف. ليه؟ رهبه الحل دي احنا عايزين نكسرها. فدي مش هتتكسر غير بان انا بحل كتير. هتبتدي تلوش معايا 10 اسئله 10 اسئله، بعد كده نخش على اسئله مندليف، تشوف هتعرف تحل فيهم ولا هتحس ان الدنيا صعبه قوي. انت لو عرفت تحل هنا يبقى انت خلاص، انت كده بتلعب على 60 من 60. حلو. بعد كده التفوق بقى، هتحس ان انا لا ايه ده، انا حاسس ان انا بحل حلو قوي. ممكن من ال 65 سؤال 5 6 اللي انا مش عارف احلهم، بس هتلاقي ان انت مستواك ايه، ضرب مره واحده. طيب نيجي بقى للجديد، طبعا دي هتبقى 7/5، الاسبوع اللي بعده على طول كل 4 الساعه 9. بس من اول هنا بقى يظهر حاجه جديده، وهي الامتحانات الشامله. طيب الامتحانات الشامله دي بقى هتمشي ازاي؟ بتبقى على كل اللي قبله كمان. يعني هيبتدي ينزل لك امتحانين شاملين، 2 PDF. الاتنين دول هم عبارة عن كل أسئلة الأورجانيك سوا. يعني امتحانين على الأورجانيك من الآخر. ودول طبعا هينزل لهم فيديو لوحدهم تتفرج عليه، تشوف أسئلتك غلطاتك فين، ومش هتلاقي ان انت عندك مشكلة. طب يا مستر معلش انا عندي سؤال، اسأل. هو انا اجيب الشرح منين؟ بص، في غلطه الناس بتعملها، انا مش عايزك تعملها، من فضلك اوعى تعملها. ايه الغلطه؟ تروح لمم كل كتب المدرسين اللي في السوق وتقعد تذاكر من كل كتاب حته. دي كارثه. ليه؟ انت بتحفظ بشكل الورقه. انا فاكر حته الكربوكسيليك اسيد دي اللي كانت موجوده على الصفحه على الشمال وكان لونها كذا، انت بتحفظ بالشكل ده. طيب لما انا ابص على ديزاين الكربوكسيليك اسيد هنا، الاقيها موجوده على الشمال، هنا على اليمين، هنا في النص تحت، ولا هتفتكر ولا واحده من الثلاثه. فمن فضلك السورس اللي انت بتذاكر منه الشرح طول السنه ذاكر منه. جو بقى ان انا هعمل لك ملخصات والمنهج كله في ورقه وبتاع، الكلام ده ما بياكلش عيش. ليه؟ ولا هتفتكر الورقه ولا هتفتكر الكتاب. ممكن تجمع نوتس على جنب لنفسك كده اللي انت هتحل بيها، وانا هعمل لك حركه. انا عارف ان انت في الاورجانيك بيبقى عندك مشكله، هو انا ابدا منين؟ يعني راس السؤال دي اجيبها منين؟ فانا هنزل لك 6 ورقات. 6 ورقات دول فيهم طريقه الحل. افكر ازاي؟ دي هتحتاجها في الاول وانت لسه بتتعلم تحل، بس خلاص طالما اتعلمت حل مش هتحتاج ال6 ورقات دول. هتلاقي ان انت من كتر الحل خلاص انا بقيت فاهمهم وعارف انا بعمل ايه.
بس هي في الاول كده حاجه عامله زي النحو، اللي هو كل قواعد النحو، تشوف الكلمه انا مش عارف الكلمه دي ايه، فبتبقى عايز هنتات في الاول لحد ما تتعلم تلاقي ان الموضوع سهل. ودي هعملها لك، هتلاقي ان انت بعد اول مراجعه انت هتشوف ان انت بقيت ساحر في الكيمستري. وبالمناسبه لو فهمت الجزء ده كويس فالديريفاتيفز هو يعتبر اعاده ليه، فالموضوع بيكون سهل. ماشي، نيجي بقى للتشابتر الاكثر اسئله، مش اكثر اسئله في المنهج، هو اكتر واحد اتكتب لي في الكومنتات خصوصا على اليوتيوب. مراجعه شابتر 4 فين؟ مراجعه شابتر 4 هتنزل على اليوتيوب يا عم، هتنزل ان شاء الله من يوم 15 14/5 الساعه 9 برضو يوم الاربعاء. بس هيبتدي ينزل امتحانين شاملين اورجانيك على شابتر 4 ميكسات بقى. يعني امتحان اورجانيك وامتحان شابتر 4 انت بتفتي، انا قلت ميكسات، يعني هو امتحانين الواحد فيهم اورجانيك على شابتر 4 الاتنين سوا مع بعض، عشان مش عايز انسى الاورجانيك. طب هتخش على الحصه الرابعه هتلاقي ان هو نفس الكلام بالظبط، بس زودنا في الامتحانين هيبقى اورجانيك وتشابتر 3 وتشابتر 4. طيب تخش على تشابتر 2 هيبقى الامتحانين اورجانيك تشابتر 2 تشابتر 3 تشابتر 4. طب دخلت على تشابتر 1 هنا بقى مفيش امتحانين، امال في ايه؟ احنا ان شاء الله كده يوم 4/6 نكون خلصنا. طبعا 4/6 دي فترة طويلة قوي قبل امتحان العربي، امتحان العربي يوم 22، فانت معاك فترة زمنية كويسة يعني. اوكي، نعمل ايه بقى؟ ما انا لو سبتك يوم 6/4 انت هتنسى الكيمستري. طب هنعمل ايه؟ ان شاء الله بعد ما نخلص ال6 حصص اللي هو هيكون يوم بقى من اول 5/6، ايه اللي هيحصل؟ كل يوم هيبقى عندك امتحان واحد بس. لا ما انا مش عايز حد كل يوم يمتحني، لا ما انا مش همتحنك، امال ايه اللي هيحصل؟ انت شاري المعاصر والتفوق، معاك الكتابين صح؟ في ظهرهم كل واحد فيه امتحانات. طبعا امتحانات الوزاره مشتركه مع الاثنين، بس كل كتاب من الاثنين بقى مزود امتحانات من عنده حوالي 8 9 امتحانات. فهنقعد بقى كل يوم نحل في ده امتحان 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 امتحان، تلاقي ان انت ما بتذاكرش كيمستري خلاص، هي بس بتحل فيه كل يوم امتحان عشان ما تتنسيش. هو كل يوم امتحان واحد بس عشان ما يتنسيش. ماشي؟ تقول لي ماشي. وتفضل بقى تحل 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 تحل، جه في يوم مزاجك رايق عايز تحل امتحانين، اوكي. انت هتوصل لمرحله هتحل الاسئله بالنظر. انا عايز اقول لك ان هو اهم حته في السنه جزئيه ان انا احل كل يوم امتحان دي. هتلاقي ان اول امتحان انت قاعد فيه 3 ساعات، تاني امتحان قاعد فيه ساعتين، تالت امتحان ساعه ونص. هتبتدي ان انت توصل لمرحله يا عم هو انا لسه هكتب، ما انا عارف الاجابه كذا، تبص في الموديل انسر تلاقيها كذا فعلا. تخش السؤال اللي بعده اعمل اجابه كذا، تبص في الموديل انسر هي كده فعلا. هتلاقي ان الموضوع ده بيظهر، بس ادي نفسك فرصه وامشي على البلان اللي احنا حاطينه. من فضلك ما تقعدش بقى تراكم، اصل هتراكم ايه في المراجعه؟ ما خلاص احنا في المراجعه، لو راكمت 2 هتلاقي ان الموضوع بهوأ منك قوي. فخلينا حصه بحصه هتلاقي ان الدنيا لطيفه. وبكده الحمد لله على السلامه، يكون نظام المراجعات بتاعنا نزل. هنبدأ من يوم 30/4. ربنا معاكم يا دكاترة، واشوفكم دايما، او باشمهندسين يعني عشان من الناس اللي بتزعل. ربنا معاكم، ولو حد عنده اي سؤال يقدر يسأل.